انا لما اتجوزت الزوجة التانية لقيت الزوجة الاولانية بتهتم بيا، بس من بعد 3 شهور جواز حاسة بيا. يعني ما بقتش زي الاول. كنت مثلا اجي اول ما بفتح باب الشقة كانت بتيجي تجري عليا وتحضني. دلوقتي اول ما بخش من باب الشقة بتنفض لي ولا كأني اصلا جيت. كانت الاول لما بتجيب لي الاكل كانت تحطهولي، كانت تفضل تستناني لحد ما اخلص اكل عشان خاطر تسالني ايه رايك في الاكل، حتى لو كانت عامله الاكل مرتين ورا بعض تسالني. دلوقتي بقت تحط لي الاكل وتسيبني وتمشي. اغير الاجواء واشوف كده واجيب لها معايا ورد من اللي ولا كان فارق معاها حاجه، وخدته وكبرت دماغها. تاني يوم مرمي في الزباله قدام العماره. اتضايقت قوي منها، ولما طلعت لها فوق واجهتها حسيتها ان هي عايزه تنجز معايا الكلام وخلاص، مش فارق بقى ايه مين الغلطان او مش مين الغلطان. انا مش عارف الصراحه هي بتعمل كده ليه. مش فاهم، هي اتغيرت لدرجة ان انا ما بقتش فارق معاها خالص. يعني انا في مرة تعمدت ان انا ما اروحلهاش في الايام بتاعتها. لما بتأخر عليها كانت تبعت لي رسائل زي الاول، ودلوقتي ما بقتش تبعت. حصل عشان خاطر يتغير. فانا قلت ابعت لحضرتك على اللينك الصراحة ده عشان حضرتك تفيدني، والناس اللي عندك تفيدني، تقول لي اتصرف ازاي معاها واقدر اعرف ازاي منها هي اتغيرت كده ليه. صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. انت مستني منها ايه؟ حقك ان انت تتجوز مرة تانية ومرة تالتة. شافت ان ممكن يكون كان الغلط منها واتغيرت. انت بتقول ان هي قعدت 3 شهور بتعمل حاجات، او انت بتقول ان ده العادي بتاعها، ان هي لما بتيجي اول ما بتيجي بتاخدك بالحضن وبتتكلم معاك وبتناقشك، ولو انت قاعد لوحدك بتسألك انت قاعد لوحدك ليه. انت بقى ما سألتش نفسك انت ما اتغيرتش عشانها ليه. هي عملت كذا حاجة واتغيرت وعملت حاجات انت نفسك بتقول ان هي ما بقتش تعملها. يكون غلط فيك انت. والست لما بتتحمل فوق طاقتها اجرك الله بتبقى واحدة تانية. انت معرفتش تحتويها. انت كان كل اللي همك او اللي انت شايفه ان انت اتجوزت عشان خاطر وليكن بقى انت مقتدر، او مثلا شايف ان الانسانة اللي انت خدتها دي هتعوضك بحاجة تانية. هي اتغيرت بس لما لقيتك انت ما فيش اهتمام، بقى الاهتمام منها هي، ولكن انت مقصر معاها. مقصر في ايه ده بقى انت اكتر واحد هتعرفه. اكيد مش انا اللي هعرفه ولا الناس اللي هتعرفه. وتقعد تتكلم معاها وتناقشها وتعرف ايه المشكلة. ولكن انا عايز اقول لك نقطة، ان انت طالما اتجوزت 2 لازم تعدل ما بينهم. تقول لها بمنتهى الوضوح انت ايه اللي انت شايفاه فيا غلط عشان خاطر اغيره. عاملهم بالاحسان عشان خاطر ربنا هيسألك عليهم. انا ولا ضد ان انت عايز تتجوز، ولا في نفس الوقت شايف اللي انت بتعمله ده صح. راجع نفسك كده وقلب امورك عشان خاطر تقدر توصل للنتيجة الصح، عشان خاطر ما تلاقيش الموضوع بقى اسوأ وتخش في حاجات انت في غنى عنها. واكيد الناس طبعا اكيد ليها رأي، وانا بتابع كل الكومنت بتاع الناس.